احنا في حاله، احنا دايما حتى الشعوب اللي في اوروبا وفي العالم في امريكا، لو في حيوان حد قاسى عليه او اذاه، بيطلع حقوق الانسان وحقوق الحيوان وحقوق الدنيا كلها. لكن انت لما كل يوم يطلع بني ادمين كل بالالافات يتقتلوا، واطفال وستات، ولما يكون حضرتك احنا قاعدين في تكييف وقاعدين في قصور وقاعدين في شقق وعاملين الاكل قدامنا، واطفال وشعوب قاعده في خيام في الشتاء وفي الصيف والشمس. احنا لما يكون الشمس عندنا الدنيا حر بنبقى عايزين تكييف وعايزين نور، ولما يكون الدنيا شتاء عايزين بيت مقفول ودفايات وغطا. الشعب الفلسطيني قاعد في العراء، يعني اطفال ما بيصعبش عليهم، اطفال اللي احنا بنشوفهم مش لاقيين ياكلوا، اللي هم فيه المرض والوباء اللي ممكن من قله الاكل ومن قله النوم ومن قله العيش. فانا لو ما حسيتش كبني ادم يبقى انا ماليش لازمه ان انا اعيش، او اي بني ادم على وجه الارض ما حسش باللي بيحصل في فلسطين، بغض النظر عن هو مسلم مسيحي يهودي، يبقى مش بني ادم، ما ينفعش يعيش. واذا اصرينا ان احنا نغمض عينينا ناخد قرار، واللي في الناس اللي في ايدها القرار تحط نفسيها وتحط اولادها ان هم يقعدوا يوم واحد بس، حتى يقعدوا في الشارع في الشمس وفي المطر وفي الساعه، يقعدوا بس كده يجربوا هيعيشوا ازاي. يعني احنا لما يحصل سيول هنا في الجو ولا في بتاع، الناس بتتدارى وتجري، لكن السيول بتحصل في غزه وبتحصل في فلسطين، والناس مش لاقي حاجه تتدفى بيها ولا حتى المطر ولا لاقي الشمس تروح. فانا بقول عار علينا كلنا، عار على العالم كله، مش الوطن العربي بس وافريقيا، لا عار علينا كلنا، وعار على اصحاب القرار اللي سايبين بني ادمين زينا زيهم. احنا زينا، احنا كلنا زي بعض، لينا عينين ووش وراس وجسم. يعني الناس دي عادي جدا النهارده في 1000 و2000 3 4000 اتضرب في صاروخ عادي ماتوا، واحنا هنا الشعوب كلها بما فيهم اوروبا وامريكا بنبص على حاجه ثانيه، محتمل ممكن يكون الناس بيوروا لهم صوره ثانيه خالص، بغض النظر عن الاديان. احنا بنتكلم لما بتتعاملوا مع الحيوانات، لما الحيوان يتاذي او في فيديو جه مثلا حد اذى واحد حيوان في الشارع، كلنا هيخش لازم يتسجن لازم يتحاكم. طب اللي بيقتل الناس، طب الصاروخ اللي بينزل ده يقتل الناس، بغض النظر عن الديانات، بغض النظر عن الديانات. انا مش بتكلم على اسلام ولا مسيحيه ولا يهود. انا شعوري اللي طلع من نفسي كده، لاني انا بني ادم، انسان زي الناس اللي بتموت، زي البني ادمين اللي بتموت. انا انسان قبل ما اكون هويتي ايه وديني ايه، او عربي ولا اجنبي ولا ايا كان. شكرا. أنا رسالة من خلال كرة القدم، القوة الناعمة في العالم، أرجوكم كل الرياضيين وكل الإعلاميين بمختلف أديانتهم بمختلف دولهم، يمكن خلال كأس العالم نبعت رسالة، نرجوكم خلي الشعب الفلسطيني يعيش، هم مش عايزين حاجة، يعيشوا بس. فلو سمحتوا من خلال الإعلاميين المحترمين الرياضيين، عادي زي ما احنا بنعمل شعار الفيفا يقول لك ريسبكت والفير، فاحنا عايزين فير في حياتنا، وعايزين ريسبكت البني ادم، عايزين ريسبكت ان البني ادم يعيش، وعايزين فير ان في شعوب تعيش. بس ده كل اللي انا بقوله.